بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروى أن حصيراً هجرياً كان ضمن ما قدم مع المهر في زفاف الزهراء عليها السلام، وهنا الحصير راوياً آهة فاطمية: اتركوا الورد في يد الإيناع كي يحل الربيع في الأصقاع، ثم لا تجفل العنادل كي تأتي فيعلو التغريد في الأسماع، ويعم السلام كل البرايا والجنى والنظار بالإمراع. غاية الخصب أن تدوم حياة ملئت بالإبهاج والإمتاع، فاحبسوا الشر في الصدور طويلا كي يدك العصيان وسط القلاع، وأعدوا حياة حلم لدين باتباع المختار لا الابتداع، واتركوا دين أحمد كي يليه مثل ما شاء الله أفضل راعي، واحرسوا دار فاطم وبنيها ثم قولوا يا فاطم لن تراعي، وأجيبوا داعي الهداة لرشد وأمان من فرقة ونزاع. هكذا كان القول فيهم ولكن بدلوا القول في أتون الصراع، لو يخون الجفاف والجدب حقلا أي لوم يساق للفزاع، إن يخن بالسفينة اليوم ثقب هل ترى الذنب صار ذنب الشراع، منعوا طه أن يخط كتابا يعصم الناس عن دروب الضياع، لم يوفوا للمصطفى أي عهد لبسوا بالنفاق ألف قناع. بالخدمة لو يخون الجفاف والجدب حقلا أي لوم يساق للفزاع، إن يخن بالسفينة اليوم ثقب هل ترى الذنب صار ذنب الشراع، منعوا طه أن يخط كتابا يعصم الناس عن دروب الضياع، لم يوفوا للمصطفى أي عهد لبسوا بالنفاق ألف قناع، وقضى أحمد وجاروا على حيدرة والتفوا بحبلي خداع، الوصايا في حيدر عطلوها مثل تعطيل الكف دون ذراع، ثم قادوه مفردا وأسيرا وأحاطته عصبة من ضباع، هم أرادوها بيعة من علي بعد غصب لنحلة ومتاع، فالذي خانه استلاب قواه ليس يكفي نهوضه نبل داعي، أو أمسى للمرتضى مثل ما كان لهم في الرجال والأتباع عددا عدة عقيدة نهب كي يريد النهوض بالأطماع،
أو لديه الذي لديهم من الخسة في أخلاق وفي أطباع. هل ترى يجبن الوصي دفاعا ما علي سوى الهمام الشجاع؟ فالذي جرب السيف فالذي جرب السيوف جهادا هل يرى من جاه بجر اليراعي؟ قد يقود المسيرة اليوم جوع ولذا رب ثورة من جياعي. جاءني بالأخبار عنهم حصير هجري يروي هجوم الرعاعي، وكأني به على الأذن قولا هادرا بالحديث في المذياع. ها أنا يلذع اللظى في بتول مهجتي والأسى اغتدى إيقاعي. ها أنا شاعرا أموت مرارا كلما بحت بالشذا اللذاعي. آهتي تغتدي بأوردتي إذ أنا في ملتقى المصاب المشاعي. بعض بوح الفتى انصهار وموت. مت إذا اخترت للمصاب استماعي. ليس ينجيني من أذى البوح حرا في هوى الآلي. ها هنا طول باعي كي ترى المأساة تنعطف لضمير أنشب الحزن في غياب المراعي. ما الذي في مصابها لم تجده بالغا في الأخبار حد الشياعي؟ أم ترى إسقاط المحسن منها نبتة أزهقت بأنك اقتلاعي. فهوى فوق الأرض أعني مجازا لا تقل إنه هوى للقاع. فهوى فوق الأرض أعني مجازا لا تقل إنه هوى للقاع. هاتفا أماه اسمعيني فموتي وأنا مثل إخوة في الرضاع. أم ترى حرق الدار في هجمة القوم فضجت بحسرة وافتجاع. أم ترى عصرة لها بين باب وجدار من أعمق الأوجاع. أم ترى المسمار الذي زادها آها إلى آهة تثير انصداعي. هكذا بعد المصطفى أغضبوها ثم ماتت مكسورة الأضلاع. أم ترى حرق الدار في هجمة القوم فضجت بحسرة وافتجاع. أم ترى عصرة لها بين باب وجدار من أعمق الأوجاع. أم ترى المسمار الذي زادها آها إلى آهة تثير صداعي. هكذا بعد المصطفى أغضبوها ثم ماتت مكسورة الأضلاع. ذلك القلب ذلك الضلع لم يكن غير رب فيه للزهرة فالقلوب أواعي. أيها النائح المجاوب آهي جاوب الآن صرختي والتياعي. ملتقى الآه اغتدى
ملتقى الآهات اقتدى فاطميا بالشجا والأسى وصوت النواعي. نسأل الله أن يجعلنا ممن تشمله ألطاف ورحمة الزهراء. والسلام عليكم ورحمة الله.